لما الوطن يكون على الحافة وكل سر يساوي حياة 1000 جندي، في عيون من وراء الستار بتشوف أكتر من اللازم. القاهرة سنة 1973، معركة بتتجهز في سرية تامة، لكن كل موقع، كل خطة، كل صاروخ كان مكشوف قبل ما ينطلق. حد من جوه بيعرف أسرارنا. هي كانت جاسوسة مصرية وهو كان ضابط عسكري. قصة حب في ظاهرها وخيانة في أعمقها. لما الحب يبقى أخطر سلاح في الحرب والثقة تتحول لخنجر مسموم. فاروق كان ضابطا في القوات المسلحة المصرية، وارتبط بعلاقة صداقة مع فتاة تدعى هبة سليم، والتي كانت تملك عضوية في نادي الجزيرة، أشهر نوادي القاهرة في ذلك الوقت. كان فاروق يظهر إعجابه الشديد ورغبته في الارتباط بهبة، لكنها كانت تصده دائما. لاحقا سافرت هبة إلى باريس لإكمال تعليمها الجامعي. هناك تعرفت على فتاة يهودية من أصول بولندية، دعتها يوما ما لسهرة بمنزلها، وهناك التقت بمجموعة من الشباب اليهود، أحدهم كان ضابطا في الموساد وأراد تجنيد هبة لمصلحة إسرائيل ضد مصر. بدأ يكلمها عن السلام وأن إسرائيل تريد السلام، وعرض عليها تقديم المساعدة في ذلك. آمنت هبة بأن العرب يتكلمون أكثر مما يعملون، وقادتها هذه النتائج إلى حقد دفين على العرب الذين لا يريدون استغلال فرصة وجود إسرائيل بينهم ليتعلموا كيفية اختزال الشعارات إلى فعل حقيقي. وأول ما يبدأون به نبذ نظم الحكم التي تقوم على ديمقراطية كاذبة وعبادة للحاكم، خاصة وأن هبة كانت قد وثقت بأحاديث الشباب اليهود الذين كان بينهم ضابط للموساد الذين كانت تلتقي بهم في شقة صديقتها. فأوهمها الضابط باستحالة أن ينتصر العرب على إسرائيل وهم على خلاف دائم وتمزق خطير، في حين تتلقى إسرائيل الدعم اللازم في جميع المجالات من أوروبا وأمريكا. رغبت هبة في تقديم خدماتها طوعية لإسرائيل، فتذكرت فورا الضابط فاروق ووظيفته الحساسة في القوات المسلحة المصرية. وعندما أخبر الضابط الموساد بذلك شعر بسعادة كبيرة، ورسم معها خطة متقنة للإيقاع بفاروق. وفي أول إجازة لها في مصر بدأت مهمتها في تجنيد فاروق بأي ثمن، وأوهمته بأنها تحبه وترغب في الزواج منه. وقع فاروق في الفخ وتمت الخطوبة. كان فاروق دائم التغيب فترات، وكان ذلك بالنسبة لهبة فرصة لشجار مفتعل تمكنت من خلاله أن تحصل على بعض المعلومات الأولية عن طبيعة عمل خطيبها العاشق. وكانت المفاجأة التي لم تتوقعها ذات يوم عندما دعاها إلى بيته الخاص بالاجتماعات العسكرية، وتحدث معها في أدق الأسرار العسكرية، قبل أن يفاجئها بعدد من الخرائط العسكرية الخطيرة التي كان يحملها في حقيبة خاصة، ويشرح لها بالتفاصيل أماكن المواقع الجديدة. وسقط في بئر الخيانة ليصبح عميلا للموساد، وسرب معلومات حساسة جدا عن منصات الصواريخ سام 6 التي كانت مصر تنصبها لحماية أراضيها من الغارات الإسرائيلية. أرسلت هبة كل ما حصلت عليه من معلومات من فاروق إلى باريس، حيث ضابط الموساد الذي يتولاها برعايته، فأرسلها هو الآخر فورا إلى تل أبيب التي سرعان ما توصلت إلى صحة هذه المعلومات وخطورتها. فطلبت من رجلها في فرنسا أن يوليها اهتماما كبيرا باعتبارها عميلة فوق العادة. ولم تمضي سوى أسابيع قليلة حتى تلقت هبة التعليمات الجديدة التي تمثلت في العمل بكل الطرق للحصول على طبيعة تسليح هذه المواقع والمواد المستخدمة في بناء قواعد الصواريخ ومواقعها التبادلية المقترحة. وبعد استكمال المهمة المحددة جاءت التعليمات الجديدة التي كانت تقتضي أن تسافر هبة إلى باريس على وجه السرعة. فسافرت بعد أن تحججت لخطيبها العاشق بإنهاء أوراق رسالتها للدكتوراه، بينما كانت تحمل في مفكرتها الصغيرة صفحات دونت فيها معلومات غاية في السرية وأهمية، لدرجة حيرة ضابط المخابرات الإسرائيلي الذي سألها صراحة: كيف تستطيع الأم الكبيرة مكافأتك على هذه المعلومات الخطيرة؟ يقصد جولدا ماير. سؤال تمثلت إجابته في 10,000 فرنك فرنسي. حمله ضابط الموساد إلى هبة قبل أيام من عودتها إلى القاهرة مع وعد بمبالغ أكبر وحياة رغدة في باريس، لكن هبة رفضت النقود بشدة لكونها في غنى عنها، ذي متشبثة فقط بأن تتكفل الموساد بحياتها طوال فترة إقامتها بباريس. وهكذا كان،
حيث قضى 3 أشهر على نفقة الموساد في العاصمة الفرنسية قبل أن تعود إلى القاهرة مجددا بالتكليفات الجديدة التي كانت تتمثل في تجنيد خطيبها الضابط بالجيش المصري. لاحظت القيادة العامة للقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة والحربية أن مواقع الصواريخ الجديدة يتم تدميرها فور إقامتها. كانت الشكوك تحوم حول وجود عميل عسكري خطير تم تكثيف الرقابة على كل القيادات العسكرية دون استثناء. وفي أحد الأيام اكتشف أحد مراقبي الخطابات من المخابرات المصرية خطابا مشبوها لفت انتباهه عبارة تركيب إيريال الراديو رغم انتهاء عصر أجهزة الراديو التقليدي، ما يشير إلى وجود جهاز لاسلكي. تحركت المخابرات فورا وشكلت لجانا متخصصة لتفتيش كافة المساكن المشتبه بها. وأخيرا عثروا على الجهاز اللاسلكي في شقة المقدم فاروق الفقي مدير مكتب أحد القيادات الهامة في الجيش. كانت الصدمة كبيرة وتم إبلاغ القيادة العليا والرئيس السادات فورا. وفي التحقيقات انهار فاروق واعترف بكل شيء وكيف جندته هبة بعد قضاء ليلة معها. تم العثور في شقة فاروق على وثائق عسكرية بالغة السرية، خرائط، جهاز لاسلكي متطور وحبر سري داخل زجاجة دوائل السعال. أدين فاروق بالتهمة الخيانة العظمى وحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص. يقول لواء محمد رفعت جبريل في مذكرته: بدأت الاتصال بهبة وأخبرتها بمرض والدها الشديد في ليبيا. كانت هبة تحت ضغط عصبي شديد بين عاطفتها وحذرها كعميلة للموساد. بعد مناورات طويلة وافقت أخيرا على السفر إلى ليبيا للإطمئنان على والدها. في مطار طرابلس كادت الخطة تفشل عندما تأخرت هبة بالطائرة مدعية فقدها خاتما ثمينا لتورط الأمن الليبي. تمكنت من الوصول إليها وإخراجها من الطائرة إلى صالة كبار الزوار. في اللحظة المناسبة تم القبض عليها بسرعة ونقلت مباشرة إلى طائرة مصرية أقلعت بها إلى القاهرة. تمت محاكمة هبة في القاهرة وأدينت بالتهمة الخيانة العظمى وحكم عليها بالإعدام شنقا. حاول وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر التوسط لدى الرئيس السادات لتخفيف الحكم، لكن السادات رفض وأعدمت هبة. أما القائد المقدم فاروق الفقي فقد طلب أن يقوم بنفسه بتنفيذ حكم الإعدام عليه بعد أن شعر بالمسؤولية عن خيانته. وافق الرئيس السادات على هذا الطلب. هبة وفاروق انتهت قصتهم هنا، لكن دروس الخيانة والوطنية تظل باقية للأبد. اللي فات كان مجرد بداية، واللي جاي أخطر بكتير من اللي فات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان أول ما الحلقة الجاية تنزل تكون أول واحد يوصله الملف الجديد. ملف إكس لسه مليان أسرار.